على الدغري مش هتبطلي تعملي الكبدة بالطريقة دي. طريقتها سهلة وبسيطة، وعايزة اقولك في مكون واحد لو ضفتيه بس كده على الكبدة او معلقة واحدة مش هتشمي ريحة زفارة خالص للكبدة، وكمان مش هتشتريها تاني من بره. تعالوا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشوف ايه المكون اللي هنضيفه على الكبدة ويمنع لنا ريحة الزفارة. تعالوا نسمي بالله كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واول حاجة هنجيب معانا الكبدة بتاعتنا، كيلو بقى نص كيلو حسب عدد الأسرة عندك. اول حاجة بدي للكبدة شطفة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده في المصفى، وبخليها على طبق عشان تصفي كل المية والدم اللي في الكبدة. تعالوا بقى نعمل التتبيلة الخطيرة اللي هتفضل معانا واحنا بنسوي الكبدة كلها كده او على طول، لان احنا مش بنتبلها مرة، لا احنا بنتبلها على مراحل الكبدة. تعالوا نشوف ازاي. خدت كده حبة حلوين من التوم ده مفروم وعليه فلفل حامي. هنسمي بالله كده وننزل بنص معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح. ايوه كده. استنوا هجيبهم اهو. ادي الملح، وكمان هاخد عصير ليمونتين فريش. بصوا الجمال ده، وهقول لكم على مكون لو ضفتوه هو ده اللي بيخلي ريحة الزفارة تبقى في الكبدة، ما تضيفوهوش خالص. تعالى اقولك بقى يا ستي على المكون اللي لو ضفتيه للكبدة هو اللي يخلي لها ريحة زفارة وطعم كمان زفارة. الخل، لو ضفت خل للكبدة هيثبت معاكي الزفارة مش هيشيلها. تمام. وفي مكون بقى هنضيفه دلوقتي على الكبدة هو ده اللي بيمنع لك ريحة الزفارة خالص في الكبدة، وفي ناس كتير ممكن ما تاكلش الكبدة بسبب الموضوع ده. هنقلب كل المكونات دي في بعضها، وممكن نديها لفة كده في الكبة او كمان تدقيهم دقة حلوة كده في الهون، هيبقى معاكي تحفة. ولو كمان التوم ده فريش هتبقى حاجة تانية. قلبناهم كويس جدا وجبنا بولة وننزل بكمية الكبدة كلها، وده بقى السر بتاع المحلات والمطاعم او عربيات الشارع. هو ايه؟ معلقة الطحينة دي. الطحينة دي مش هتخلي ريحة زفارة خالص خالص للكبدة. نديلها تقليبة حلوة كده، وبعد كده هننزل على الكبدة دي بمعلقة كده او معلقة ونص من التتبيلة الخطيرة اللي احنا عملناها دي، اللي هي عبارة عن توم وليمون وكمان كمون وكزبرة وملح. هنسيبها بقى قد ايه؟ هنسيبها 10 دقايق، ربع ساعة بس بالكتير. تعالوا بقى نجيب كمية حلوة كده من الفلفل الرومي وفلفل السبايسي لو انتي بتحبي، بس طبعا الكبدة عندي يعني فلفل سبايسي، وكمان معايا كام قطعة كده من اللية. بعد ربع ساعة تعالوا بقى على البوتاجاز نجيب صينية حلوة وكام قطعة كده من اللية، ويا سلام على ريحة اللية، وكمان حبة حلوين كده من الزيت. نستنى شوية لما اللية تسلي معايا، ننزل بسم الله بالفلفل الحامي الأول نشم ريحتهم، يعني نديلهم تقليبة كده قولي نص دقيقة، وبعد كده ننزل على طول بالفلفل الرومي برضو نديلهم كده تقليبتين 3، يعني قولي نص دقيقة معايا. هاخد كمان معلقة من التتبيلة الخطيرة دي. مش قلتلكم احنا بنتبل الكبدة على مراحل مش مرحلة واحدة؟ بعد برضو نص دقيقة او دقيقة من تقليب كده، انا مش عايزة الفلفل يدبل معايا، انا عايزاه يبقى لسه كده مصحصح معايا، ويبقى يعني لسه منور معايا بالشكل ده. هنسمي بالله وننزل على طول بعد ما شميت ريحة التوم بكمية الكبدة بتاعتي كلها، طبعا ده كله على نار عالية. وهنا بقى والله العظيم الريحة كانت تحفة خطيرة، يعني عايزة اقولك ريحة الكبدة دي هتجيب الشارع اللي ورا الشارع بتاعك من جمالها وحلاوتها. خلاص الكبدة عندي دخلت في السوا، نزلت باخر معلقة من التتبيلة بتاعتنا، وبرضو تديلها تقلبتين حلوين، وبعد كده تنزلي بقى بكام قرن فلفل رومي برضو كده يبقى منورين معاكي كده في الكبدة. وخلاص الكبدة بتاعتنا تصدقوا خلاص خلصت. ما شاء الله على جمالها وحلاوتها. عصرة ليمونة بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه، وتروحي طافية على طول النار. وهنا كنت فكيت الطحينة بتاعتي، الطحينة دي انا عاملاها معاكم برضو في القناة، على معلقتين 3 كده من الطحينة، وبتفكيها بمية، وبعد كده بتبلها بملح وكمون وسنة من الشطة، وكمان ربع معلقة صغيرة من الثوم وعصرة ليمونة، وقلبي وشمي الريحة بتاعت الطحينة وادعيلي. تحفة.
قوام وطعم، كانت خطيرة جدا مع الكبدة. بقت جاهزة معايا، وكمان حبة فلفل كده مع شوية مخلل، ما شاء الله تحفة. عايزة تقدميها بقى في عيش سندوتشات فينو أو في عيش فينو، تمام. عايزة بقى زي كده بتحبي المزاج العالي وعايزة تاكليها في عيش بلدي، يبقى يا سيدي. أو تغمزي طبعا، تفتحي كده الرغيف بالشكل ده وحطي الكبدة، وبقى شوفي بقى على الجمال والحلاوة، والله ما هتشبعي من جمالها وحلاوتها. كل اللي دقها الحمد لله عجبته جدا. جربيها وان شاء الله تنال اعجابك. عايزه لايك وشير، ولو انت لسه ما عملتيش شير للفيديو اعملي شير للفيديو، كومنت حلو منك من قلبك العسل ده، وليكي طبعا بالمثل. وشوفوا بقى السندوتشات بتقول لكم بجد كلوني، والسلام عليكم.